والشوط التاني انتر ميامي. طبعا قلنا بقى ايه، الاهلي طبعا المعلق قال طبعا الاهلي هل هيظهر كده بالشوط التاني بنفس الطريقه، بس طبعا دي انا كنت شايف صعبه، انت تلعب بالضغط العالي وتبني الهجمه وتطلع. انتر ميامي بقى ابتدت تفوق، هي ابتدت تفوق من نهايه الشوط الاولاني. جات لها كان في اخر الشوط الاولاني جات لها كورتين، ولعبوا جالهم كذا كورنر كان في نهايه الشوط، وكان مصدر خطوره كتيره. الشوط التاني طبعا ابتدى ميسي يظهر، ونص الملعب بتاع الاهلي اتضرب بدنيا طبعا، قلوا تعبوا. فميسي ظهر وعمل كل حاجة بقى، عمل كل حاجة، الكور بتاعته بيلعب دماغه كمبيوتر، الكورة بتبقى عارفة هتروح فين وتيجي منين. وميسي كانت مصدر الخطورة كلها. الأهلي طبعا مروان عطية عمل ماتش كبير على ميسي وحمدي فتحي، وطبعا ايه لعيبة تحس يعني ايه في الماتش كلها. ده أكتر ماتش في كأس العالم للأندية الأهلي بذل فيه مجهود، ده من أعتقد اللي هو هيبقى أكتر ماتش الأهلي بيبذل فيه مجهود، كل ده بسبب ميسي. اللعيبه كلها يعني ايه، ميسي كان ايه البعبع، بعبع هو طبعا. ميسي انت ما تقدرش تقول حاجه، ميسي طبعا. فكان ده اكتر ماتش اللعيبه حتى في نهايه الماتش بدنيا. الشوط التاني هو بدايه الشوط التاني لغايه اخر ما ابتدوا يقعوا كتير، التعب بدا يظهر عليهم. طبعا احنا نهايه موسم، بس برضو الاهلي لعب الشوط الاولاني ضغط عالي، الشوط التاني بدنيا ضاع. فده اثر. كور بقى ميسي الخطيره، عامل ميسي كرة اللي لعبها كرة ثابته ديت، احنا قلنا جول شفناها كلها حتى احتفلنا. حطها بس جت من الشبكه من بره يعني ايه. والكرة اللي حطها الشناوي في الاخر ديت، الشناوي دخل ظهره اتقطع، وجات لهم كده يعني ايه زنقونا في 3 ركنيات في الاخر. كرة من يمين ولا كورتين من يمين، ركنيه ميسي لعبهم، الكرة اللي بتاعت شاطها الشناوي يطلعها بصعوبه، وكرة كورتين سواريز اللي رفعهم برضو. والكورة اللي آخر كورة كنا ممكن نخسر أصلا، كورة الشناوي طلعها حسن، هو كان طالع وحسن حظ ساعدته اللي هي خبطت في شعره كده إيه وطلعت. ده كنا محظوظين. طبعا الشوط الأولاني حارس انتر ميامي أوسكار أوساري ده عمل ماتش كبير جدا، هو مان اوف ذا ماتش. هو طبعا الشوط الاولاني صد ضربة جزاء وصد كذا كوره من الاهلي، لعيبه الاهلي انا حاسس الشوط الاولاني الهجمات اللي بيوصلوا بيتفاجئوا اللي هم قدام الجون، انتوا بتعملوا ايه؟ طب يعني ايه عايزين نسجل؟ طب يعني احنا جايين عشان نسجل مش تعمل ماتش حلو. كان طبعا الاهلي الشوط الاولاني كان ممكن يكسب سكور، يكسب 4 مستريح ويخلص الماتش. هو مش هيخلص الماتش، هيكسب الشوط الاولاني 4 ممكن الشوط التاني بقى ايه اللي هيحصل. بس الشوط التاني كنا هنخسر،